اليوم نتكلم على قوله رحمه الله في البيت 92: وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. هذا البيت فيه قضيتان. القضية الأولى أسلوب من أساليب العرب، يقولون ما لفلان، ما لفلان يعني ما له، يقولون ما لزيد، فهي فيها أداة ما وفيها اللام وفيها الكلمة التي بعد اللام. في المصحف الشريف كتبت هذه الكلمات الأربع التي جاءت على هذا الأسلوب العربي اللام مفصولة عما بعدها، وذلك في 4 مواضع. قال الجزري رحمه الله: وما لهذا. ما لهذا تشمل قوله تعالى في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وتشمل قوله في سورة الفرقان: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكتبت ما لي، ما لوحدها واللام لوحدها وهذا لوحدها. إذا ما لوحدها واللام لوحدها، لام هكذا مستقلة، وهذا لوحدها. فلو اضطررنا اضطرارا أو اختبارا أن نقف، لو سئلت كيف تقف يا أخي، تقول ما، أو تقول مال، فلك أن تقف على ما وقف اختباري أو اضطراري، ولك أن تقف على اللام مال لأنها كتبت مفصولة، لكن لا يتعمد. دائما نقول لا يتعمد. انتبهنا كيف؟ المعنى لابد أن يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هنا يكمل المعنى. إذن ما لهذا تشمل موضعين. ثم قال الجزري: وما لهذا والذين. الذين تشمل أيضا موضعين: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، وما للذين فما للذين كفروا قبلك مهطعين في المعارج، وتشمل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، وهي التي تبين لنا البيت 92. ننظر إلى اللوحة. قال إمامنا الجزري: وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. انظروا إلى الكلمة الأولى في البيت: وما لهذا. انظروا كيف كتبت اللام مفصولة عن هذا، وهي تشمل موضعين كما ترون: الكهف 49 ما لهذا الكتاب، وتشمل الفرقان 7 ما لهذا الرسول. ذكرنا بأننا نقف اضطرارا أو اختبارا ما أو مال. نعم. الذين هذه فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أيضا انظروا كيف كتبت اللام مفصولة عن الذين، وذلك في سورة المعارج 36 هؤلاء، وذلك في قوله تعالى النساء 78 فما لهؤلاء القوم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في الآية 78. كتبت اللام كما ترون مفصولة عن كلمة هؤلاء.